السلام عليكم صحباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ الحمد لله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنحضر معكم واحد الشباكيه اللي رائعه ديال اللوز، اللي ممتازه، تيطلبها مني الكبير والصغير، اللي رائعه، اللي تنخدمها دائما وتتمشى ليا بزاف بزاف. ما نعاود لكمش على الشباكيه ديالنا، ها نتوما كي تجي من الشكل، من الخدمه، من كلشي رائعه وفتيه تبارك الله. والبنه شتو فتيه، شتو الشباكيه كي دايره؟ هذه هي الشباكيه اللي رائعه وممتازه وشاربه العسل. هانتوما شفتوها، ان شاء الله غادي نخدمها معكم ونتمنى تجربوها حتى نتوما، وانا متيقنه ملي غتجربوها ان شاء الله دائما غتوليو تشربوا الشباكيه ديالي. تابعوا معايا المقادير. بالنسبه للمقادير غنحتاجو كيلو ديال الدقيق، دقيق الفورس. غنحتاجو كاس ديال اللوز مطحون ونغربلوه باش ما يكونوش فيه هذوك الحبيبات يقطعوا لكم العجينه. كذلك كاس مع مرش ديال الزنجلان حتى هو كيتطحن، بغيتو تطحنوه تيولي بحال املو راه حسن كاع. اللي بغى يطحنو بحال الطحين اللي درنا ليه حنايا، اللي ما بغاش، اللي بغى يطحنو بزاف يطحنو تيولي بحال املو. هنا كاين نص كاس ديال الماء عادي ديال روبيني سخون، درنا فيه ضامه ديال البنه ولا زعفران شعره. الا عندك زعفران شعره كديري، ما عندكش كديري ضامه ديال الزعفران. وعاشقه ديال الخرقوم، عاشقه صغيره ديال الخرقوم البلدي. كاس ديال الزبده، زبده الاكل الممتازه مع مرش. كاس ديال زيت المائده، بالنسبه للناس اللي كيديروا زيت العود راه ما عندها حتى فائده فاش كديرها في الشباكيه، حيت راه كتحرق، ما كتبقاش عندها شي مفعول زعما ولا شي حاجه، ولا زعما باش تبغي تخدمها بشي حاجه زعما تعطيكم شي لمسه. راه كتحرق كتولي حتى هي بحال العاديه، كتبقى فيها حتى منفعه. من الاحسن ديروا زيت المائده. ربع كاس ديال الخل، كاس ديال ماء الزهر، الماء الزهر ديال ضارب العمري كيكون زوين. غنديرو كاس وعلى حساب العجينه نقدروا نزيدو ملعقه ديال القرفه، حتى هي كلشي تغربل، كاع المكونات حاولوا تغربلوهم. ملعقه ديال القرفه، وملعقه ما تكونش عامره بزاف ديال حبه حلاوه، وملعقه ديال النافع، وخميره ديال الحلويات ديال 8 غرام ولا 7 غرام. وبالنسبه للخميره ديال الخبز، كاين اللي تيبغي يدير فيها الخميره ديال الخبز، كاين اللي ما تيبغيش يديرها. بالنسبه اللي يدو ثقيله ومبتدئ ما يديرش خميره ديال الخبز، يخدمها غير بهاد المقادير، ما يديروش خميره ديال الخبز. وبالنسبه اللي يدي خفيفه وكيدي على الشباكيه وعارف كيفاش يشبك باش ما تغلبوش الخميره، يمكن ليه يدير الراس ديال معلقه صغيره، غير رويس ديال معلقه صغيره حبيبات ديال خميره العجين. بالنسبه لحنا ما كنديروهاش. دابا غندوزو للطريقه ديال التحضير. اول حاجه غنبداو بها، غنديرو الزيت ديالنا. غنحتاجو بعدا الطحانه اللي كتكون عند الجميع متوفره، اي طحان ولا خلاط كهربائي باش كتعصروا العصير. اللي ما عندوش بحال هادي يدير خلاط كهربائي. غنديرو الزيت ديالنا والزبده دايبه، وغنديرو داك الماء اللي فيه ضامه الزعفران او الزعفران شعره مع الخرقوم البلدي. نعاودو نكبو فيه باش يتخوى لينا داكشي اللي كيبقى. الخل، هذا الخل باش يتخوى لينا داكشي اللي كيكون لاصق لتحت. وغنديرو الزنجلان، جميع المكونات غنجمعوهم هنا ما عدا ماء الزهر. نديرو اللوز اللي تيكون مطحون، ودائما كنبغي ناكد على يكون مطحون ومغربل. نديرو حبه حلاوه، نديرو النافع ديالنا. كلشي هادشي كما قلت لكم يكون مطحون ويكون مغربل باش دوك الحبيبات ما يخرجوش لكم في العجين فاش دوزوه في الوراقه كيبداو يتقطعوا لكم. ونديرو القرفه. واحد الاضافه اللي ما ذكرتهاش في المقادير، هذه اختياريه، اصفر بيضه
الا بغيتو ديرو، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. اصفر بيضاء باش كتجيكم الشباكيه ديالكم هشيشه. اللي بغا يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش، اختياري. هذا حتى هو بحال الخميره ديال العجين اللي قلت لكم، اختياريه. اللي بغا يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش. وما زهر خليناه تنبغيو نعجنو. دائما قلت لكم كاس ما زهر يمكن لكم تزيدوا، يقدر يكون كاس ونص، يقدر يمشي حتى 2 كيسان على حساب العجينه. كنخلطو كلشي، واخا المقادير ديجا مطحونين، هنا غير كنخلطو بحال قلت لكم كنخلطو. يمكن لكم ديروها في الطحانه ديال العصير وديروا نفس العمليه. هما العناصر ديالنا تخلطوا لينا. دابا غنجمعوا، نحيدوا هاد الخاوي د الكيسان وغنرجعوا معكم العجن. دابا غندوزو نخلطوا، غنديروا الدقيق ديالنا في شي كسريه. والكسريه غنفرشوا لها شي زويف باش ما تمشيش وتجي. فاش غنكونوا كندلكوا الشباكيه كتبغي تلي، نفرش لها شي زويف باش ما تبقاش تزعزع معنا. دابا غنديروا الخميره. نديروا الخميره ديالنا، وبالنسبه للناس اللي غتجيهم الكسريه صغيره يمكن يعجنوا فوق الرخامه. دابا حنا نخلطوا معكم الكسريه وغندلكوها فوق الرخامه. هما العناصر اللي جانسوا لينا كاملين، غنخويو العناصر كامله، نجيبوا شي عاشق نكرطوا بها انا باش نخويو داكشي اللي فيها. احنا دابا فرغنا داك الخليط اللي تخلط اللي فيه الزنجلان، الزيت وجميع العناصر. دابا غنخلطو شويه بشويه، ودائما غنعجنو بماء الزهر. نخلطو بحال كيتخلطوا جميع العناصر. دائما الشباكيه مكتبغيش تجي قاصحه، تجي عفوا العكس صحيح، تجي رطبه. نبدا نحرك، ندير شويه د الماء وندلك. كما قلت لكم حنا دابا غنخويوها في سطح العمل باش تجينا سهله. سطح العمل كتجي سهله في العجينه. الكسريه جاتني صغيره شويه، هاد الكسريه ممكن تخدموا فيها بحال نص كيلو ديال الدقيق، ممكن تخدموه فيها 100 كيلو وتزيد القوام، كتجيكم شويه صعيبه. ما تحكموش في القوام ديالها. شوفي باش نعجن راه كتكون قاصحه، ما كتبغيش تكون رطبه، ونزيد شويه بشويه نتحكم في القوام ديالها. كما قلت لكم على حساب الدقيق، يمكن يهز لكم حتى كاس ونص 2 كيسان ديال ما زهر. واللي ما بغاش يعجن كلشي بما زهر يمكن يدير النص ديال ما زهر ونص ديال ماء ديال الروبين. حنا دابا درنا كاس وغنزيدو هذا الكاس ونشوفوا شحال تدخل لينا باش نعطيكم تقريبا شحال يمكن تدخل لكم.
دائما هاد الجوانب كنحركهم بوحدهم. والشباكية ديالنا ديما تكون العجينة قاصحة، تجمع لينا غير بزز. عندكم تلقوها تجيكم العجينة بحال ديال المسمان، يعني ما كتكونش بحال ديال المسمن. نديركم مزيان باش العناصر تجانس مع بعضياتها. ها هي العجينه ديالنا كيفاش كتجي. هانتوما شتي القسوحيه اللي كتعطيكم العجينه، كتعطيكم واحد القسوحيه ما تكونش رطبه باش الا تلقات ما تمحنكمش في التشبيكه، تجيكم سهله في التشبيكه. احنا دابا غنقطعوها طريقه صغار، نشكلوها طريقه صغار وغنديروها في البلاستيك ونخليوها ترتاح واحد شويه، عاد نكملوا لها الطريقه ديالها. احنا دابا تنعمروها في هاد الميكات. ديما الشباكيه خاص الميكا، العجينه ديال الشباكيه تدخل الميكا باش ما تقساحش ما تكرمش ليكم، نخليوها ترتاح ربع ساعه بحال هكا ونجيو نقادوها معكم ان شاء الله ونخدموها. ها هي دابا غنخليوها ترتاح واحد ربع ساعه ونرجعوا معكم ان شاء الله. وكما قلت لكم بالنسبه لماء الزهر راه زدت لينا كاس ونص، درنا معكم كاس في المقادير، ها هو نص كاس، زدنا نص كاس وعلى حساب الدقيق. كما قلت لكم كاين الدقيق اللي تيشرب وكاين الدقيق اللي ما تيشربش. الا كان الدقيق تيشرب راه تقدروا توصلوا حتى ل2 كيسان وما تخلعوش. وكما قلت لكم بغيتو ديروا ماء الزهر كامل، بغيتو ديروا كاس ماء الزهر، كاس من الروبيني راه يمكن ديروا. وبالنسبه للماتيريال اللي غنحتاجوه في التشبيكه ديالنا، عندنا الوراقه اللي كاينه عند اي واحد، وتنخدموا بهاد الجراره هذه كتكون عمليه. الجرارات راه متوفرين، كاينين دابا كيتباعوا في الاسواق دايرين 15 درهم 20 درهم كاع الا غلات، هذه كتسهل عليك. وكاينه الجراره، دائما الجراره اللي تيكونوا هاد البلايص ديالها غلاط باش تعطيكم هذيك الرشمه، باش تطبع معكم الرشمه. دابا غندوزو غنورقوا الشباكيه ديالنا. دابا غنبداو نورقوا الشباكيه ديالنا، غنجبدو الشباكيه. راه ما كتبغيش دقيق بزاف، تبغيو ترشوا دقيق ولا. هاي كما خليناها ربع ساعه كانت قاصحه، ها هي ولات رطبه. كنديروا ليها بحال غنديروا شي لاباط فيتي بحال الكرواسون، كنشكلوها تشكيلات هكا، كنديروها بسيطمات بحال هكا وكنرجعوها للميكا ثاني. دائما كنوقفوا على الميكا باش الشباكيه ما تقساحش معكم. نسرح، راه ما كنرش لا دقيق لا والو، متقويش. الا درت الا كانت تلصق معكم ولا شي حاجه ديروا شويه ديال الدقيق، ولكن من الاحسن الا قديتوا لها العجينه بلا ما ديروا الدقيق. نستمروا في التشكيل ديالها، كنشكلوها كامله ان شاء الله. هي الطريقه دابا شوفوها باش ما نطولش عليكم في الفيديو.
نزيد معكم هاد الوحيده. هادي راه كتجي مورقه وكتجي خاويه من الوسط وشاربه العسل. وبالنسبه للعسل، الناس اللي كتنشفوا من العسل، راه درنا معكم الطريقه ديال العسل، راه كاين في القناه، دخلوا شوفوا العسل، وصفه اللي رائعه وكتلصق معكم في المغسلات. احنا دابا نكملوا معكم، نستمروا على نفس الطريقه، تنكملوا معكم الاشكال ديالها وغندوزو للتشبيكه. بعد ما شكلناها احنا دابا غنبداو نصايبو. دائما كنبداو الاولى اللي صايبناها هي اللي كنبداو بها، ندوزوها في الوراقه، نسرحو شويه بالمدلك، عاد ندوزوها في الوراقه. كندوزوها في 6 و4، وهذا باش كندوزوها للسيرين الاخر، كندوزوها بجوج تسريحه الاخر باش تجينا مورقه. حنا تنبغيو الشباكيه تكون مورقه، ما كنبغيوش هذيك الشباكيه اللي كتجي غليظه. دابا غندوزوها في الوراقه ديالنا. حنا دوزناها في 6، غندوزوها دابا في 4. التسريحه الاخرى كنديروها في 8. بالنسبه للناس اللي تيبغيو تجيهم شباكيه متسوله ومورقه، دابا غنسرحوها فوق الطاوله ديالنا. نسرحوها ونبداو نقطعو بالقطاعه ديال القطاعه اللي قلت لكم. نمشي ندور لكم باش يبان معكم. دائما الوراقه كنورقوا عليها، هاد القطاعات كنورقوا عليها مزيان باش تقطع، لينا. ودائما هاد الزوائد اللي كيشيطوا كنديرهم ثاني كندخلوهم للميكا. غنبداو نشبكو معكم. هاهي التشبيكه غنديرها لكم بالعرض الباطي. دائما كتهزي هاد الزوج، واحد كيكون وافي، هانتوما جوج على جوج، واحد تيكون خارج على برا. داك الواحد اللي على برا كنرجعو بحال هكا، وكنلصقو من هنا، وكنشدو وكنحلو بحال هكا، وكتعطينا الشبيكه ديالنا كتجي رائعه. نعاودو معكم وحيده اخرى. دائما هاد الواحد كيدوز على برا، كنرجعو باللور وكنشدو من هنا، كنشدو وكنجبدو. ها هي كيفاش كتجي التشبيكه ديالنا. نعاودو معكم وحيده اخرى باش ما يجيكمش الفيديو طويل. دائما جوج على جوج، واحد كيكون على برا، وكنرجعو على دوك الجوج الاولانيين، كنسدو وكنديرو الصباع من هنا.
نشدو من هنا وكنجبدو هاد الجوج كنجبدوهم. هي التشبيكه ديالنا كيفاش تجي. كنتمنى نكون وضحت لكم في التشبيكه. دابا غنستمروا في التشبيك ديالها تنساليوها وان شاء الله ندوزو معكم. هي الشباكيه ديالنا بعد ما ساليناها في التشبيكه. ها هما نتوما كتشوفوا التشبيكه كيفاش كتجي. تشبيكه رائعه والقوام ديال الشباكيه ممتازه تتجي. هانتوما تتشوفوا كما قالت لكم الشيف فاطمه ديال اللوز تتجي ممتازه. راه واخدينها عندنا الناس بزاف تتجي رائعه. اللي خداها تيعاود يرجع ياخدها هاد عندنا. الوصفه كتجي هشيشه ومجعبه من الداخل ومورقه. حنا كنبغيو شي حاجه تكون مورقه، شي حاجه ديال اللوز. ما بغيناش ندير داك الشيء غليظ. ان شاء الله فاش طيب ان شاء الله غتشوفوا الطريقه ديالها كيفاش كتجي، غتشوفوا النتيجه ديالها. تتجي رائعه وشربه العسل وممتازه من جميع النواحي. غزاله تبارك الله. وهاد القطاعه اللي وريتكم باش كنقطعوا الشباكيه راه كتعطيكم عبار واحد، ميزان واحد، ماشي بحال دابا المبتدئات اللي ما عندهمش كيفاش ما كيطيحوش على العبار بالجراره. هذيك راه حسن لكم كتخرج لكم نفس العبار. والتشبيكه نتمنى نكون وضحنا لكم في التشبيكه كيفاش كتشبك. دابا غنغطيوها بشي زيف، ما كنطيبوهاش هذيك الساعه. فاش كنصايبوها غنغطيوها دابا بشي زيف، غنخليوها حتى العشيه. دابا حنا صايبنا وسط النهار، غنخليوها حتى العشيه باش تنشف معكم. حيت الا ما نشفاتش غتبدا تحل لكم في الزيت. غتغطيوها بالزيت، ما تغطيوهاش بالميكا، حيت الميكا ما كتخليش هذاك الشباكيه تنشف من داك الماء ديالها. الا غطيتوها بميكا كتطلق لكم الماء والزيت ديالها والقوام. تغطيوها بالزويف وخليوها في كوزينتكم حتى تبغيو طيبوها. اقل حاجه صايبتوها وسط النهار طيبوها العشيه. وهذه راه ما تخافوش عليها، ما فيهاش الخميره ديال العجين كما قلت لكم. راه واخا تخليوها راه ما تخمر ما والو، كتنشف على خاطرها، كتلوحوها كتجيكم رائعه. دابا غندوزو معكم الطريقه ديال الطياب منين غتنشف ان شاء الله. بعد ما نشفات الشباكيه ديالنا، ها هي نشفات، خليناها حتى العشيه نشفات ومازال زربنا عليها شويه. مع ضيق الوقت بغينا نصورو وبغينا نخدمو. اما نتوما ما مدروكين لا بالوقت لا بوالو، يمكن لكم تزيدو تخليوها تنشف، ما تقليوها كاع حتى الليل. حنا دابا غنحتاجو في القلي الزيت ديالنا اللي غنشعلو عليه باش يسخن. شعلو له الزيت ديالنا يسخن مزيان. فاش غيسخن الزيت ما تلوحوش الشباكيه والزيت بارد، حيت تبدا تحل لكم الشباكيه. دائما الزيت ديالنا نشعلو عليه تيسخن مزيان. فاش يسخن مزيان ديك الساعات غنديرو عافيه مهيله، ما تكونش عافيه مجهده. ماشي تسخن الزيت وتكون عافيه مجهده بدا تشوط لكم. غير تسخن الزيت تنقص ندير عافيه مهيله، تنبدا نرمي ونخليها طيب على خاطرها تاخذ اللون ذهبي، ما تحمرش باش ما تحرقش، ما يعطيكمش هذاك الجنجلان واللوز يعطيكم هذيك المروره. حيت فاش كتحرق معكم الشباكيه كتعطيكم هذيك المرونه. ودائما وغنحتاجو في التزيين، حنا اللي بغى يزين باللوز يزين باللوز، حنا غنزينو معكم بالجنجلان. نزينو معكم بالجنجلان والعسل اللي ديجا حضرنا معكم. هذا هو العسل اللي ديجا كاين في القناه. ها هو العسل، القوام ديال العسل كيفاش كيجي ثقيل وماشي محجر. دائما كنقول لكم جربوا الوصفه ديال العسل، راه ناجحه مليون في المية. شتي العسل ديال المؤسسات، هذا هو العسل اللي كيلصق لينا في الشباكيه وما كتكونش ناشفه. وبطبيعه الحال غنحتاجو هاد لالوش باش كنهزو. واحد اللي تيكون في الزيت ما كيمشيش للعسل، هذا غنهزو به من العسل وهذا غنهزو به من الزيت ان شاء الله. دابا غتسخن الزيت ديالنا، غنرجعو نبداو نقليو معكم ان شاء الله. دابا منين سخنات الزيت ديالنا نقصنا العافيه شويه، غنبداو نرميو.
مش عمروش المقله بزاف، وغنحتاجو شبيكه بحال هادي فين نسقطرو، فين غنلوحوها منين غنهزوها من العسل. قربوا لينا هاد العسل، هانتوما العسل كما قلت لكم كيجي عاقد وما محجرش. دائما الشباكيه ديالي غندير وكنراقب. دابا غنبدا نقلب، كتاخد واحد اللون ذهبي، كتاخد هذاك اللوين صافي كتقلب باش المقادير اللي فيها ما يعطيوكمش هذيك المروره. دائما الطيبه الاولى راه كيزرب عليها الزيت، وفاش سخن الزيت راه تنقصو العافيه لاقصى درجه، ماشي ميته كاع وثاني، ولكن كتنقص باش ما تشوطش ليكم، باش طيب بالمهل. ها هي دابا كتاخد اللون ديالها، اللون اللي بغينا. صافي دابا كنحيدها، غير تاخد هاد اللوين ما تحمرش. هانتوما اللوين كنتمنى يكون تيبان لكم مع كنصورو في العشيه، الاضاءه شويه كتكون قليله. هانتوما اللوين ديالها، ندير اللوراني ديالها كيفاش كتجي، كيكون لون ذهبي. غنحاولوا نغطسوها في العسل. هانتوما النجاح ديال الشباكيه كتسمعوا كتكشكش فاش كتلاح في العسل، فاش كتطفيوها في العسل. نحاولوا نهزوا العسل بلالوج ديالنا ولا مغرفه ديالنا وكنطلقوها على الشباكيه تغطس. دابا غنرميو الرميه الثانيه. دابا غنصفيو هاد الاولانيه، غنصفيوها، نحيدو هاد المغرفه هادي ما نحتاجوهاش مازال، وغنهز الشباكيه ديالي شربات في العسل. خليها تسقطر شويه، ودائما كما قلت لكم لالوش باش كتهزو من الزيت متهزوش به في العسل باش العسل ديالكم ما يتخسرش لكم بالزيت. والعسل تيكون عاقد، علاش؟ حيت الا الحنا فيه الطيبه الاولى الثانيه كيبدا يخفاف. دابا كنديرو الشباكيه ديالنا هكا، تنبداو نرشو الجنجلان، اللي بغى يرش هنايا ولا يبغي يرش باش غيستفها. كاين اللي تيرشها في الحطه ديالها فاش كتسقطر. حنا كنرشوها هنايا قبل ما ندوزو نستفوها في السوبيره ديالنا. هانتوما الشباكيه ديالنا كيفاش كتجي رائعه، والتشبيكه كتبقى هي. هانتوما شي شباكيه كتجي مجعبه من الوسط. دابا غنحيدو الاخرى باش ما تحمرش لينا. ها هي النتيجه ديال الشباكيه ديالنا، ها هي رائعه وممتازه تبارك الله، شي حاجه اللي هي رائعه وبريستيج من الخدمه، ما غليظاش بزاف وشاربه العسل. نتمنى تجربوا الوصفه ديالنا. نتيجه كتجي ممتازه ونتيجه رائعه. نتمنى تحترموا المقادير اللي عطيناكم والطريقه وما تزقلوش دقيقه في الفيديو. هانتوما كيفاش كتجي مورقه
وكتجي شاربة العسل ومازال يلاه طابت. شوف هانتوما شتي كيفاش فتيلة. كتجي فتية ورائعة. نتمنوا تجربوا الوصفة وطبقوا كما قلت لكم الحويجات اللي كنعطيوكم، ونتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم. وسمحوا لينا إلا كنا تنتعطلوا عليكم في الوصفات، راه تنديروا ما فيه الكفاية، زعما تنديروا مجهودات كلشي وضحوا باش عليكم باش تنجح الوصفة نخدموا معاهم ديالكم. بعدا وصفات وما نعطلوش عليكم الوصفات، ولكن هي ظروف العمل والعواشر كنكونوا شويه مزيرين، هذاك الشيء علاش. ولكن راه ما كنبخلوش عليكم بأي حاجة أي معلومة، راه كنبغيو نعطيكم جميع الوصفات اللي تنخدموا في المحل إن شاء الله. وإن شاء الله راه جايين وصفات ديال المعسلات. اليوم خدمنا معكم شباكية ديال اللوز، وإن شاء الله جاية الوصفة ديال السيجار ديال الكاوكاو اللي غتخدم معكم وحطينا لكم العسل اللي رائع وممتاز اللي غينفعكم في هذه الشباكية وفي كذلك كما المعسلات. قالت لكم حاولوا الفطيمة. تدخلوا وتجربوا المقادير ديال العسل، راه الناس اللي ما ممتاز. كيصدقش معاهم وما كيلصقش لهم الشباكية، وكما كتلاحظوا الشباكية كتجي رائعة هماوية، والمذاق راه ما نقولش لكم مذاق رائع. تنتمنوا تجربوها إن شاء الله، راه ما تحشمش بكم، مقادير مضبوطة وطريقة مضبوطة إن شاء الله. وإن شاء الله دائما التعاليق ديالكم واللي يجي من لي كومونتير ديالكم، هما باش نزيدو معكم من القدام وكنعطيو دائما باش الجديد. نعطيوكم وصفات وحدين اخرين وكنزعموا معكم ان شاء الله. والناس اللي ما مشتركينش يتابوناو في القناه، والناس اللي ما مفعلينش الجرس باش يوصلهم الجديد يفعلوا الجرس، باش دائما فيما نديرو شي جديد توصلوا به ان شاء الله، نتوما الاولين. ونلتقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ورمضان مبارك مسبقا، رمضان مبارك مبارك، سعيد عليكم بالصحة والهنا ورزقنا ربي مسبقا. مسبقا كما قالت لكم الشيخ فاطمه. يلا تبارك الله عليكم، نلقاوكم في فيديو جديد ان شاء الله. السيجار ديال الكاوكاو ان جاي في شاء الطريق. الله.